كيف تتقبل النقد من الآخرين وخاصة رؤسائك في العمل؟ احنا عندنا ثلاث حاجات هنعملها، وهي أول حاجة قبل النقد هي أن أجعل تقديري لذاتي من ذاتي وليس من الآخرين. بمعنى أنا أشعر من داخلي أنني متميز، فإذا ما جاء أحد الأصدقاء أو أحد رؤسائي في العمل وقال لي أنك متميز، أقول له جزاك الله خيرا، ولكن أنا أيضا أشعر أنني متميز فعلا. طيب، إذا ما قال لي عكس ذلك وأنك غير متميز في كذا وكذا وكذا، أنتقل إلى العنصر الثاني، وهو أنني ما أرد على صاحبي أو على رئيسي في العمل مباشرة، لكن أعطي نفسي 15 ثانية أو أقل قليلا أبدأ أفكر في الكلام اللي قاله. لو أنا عندي القدرة على الرد بطريقة سهلة وبهدوء دون انفعال أرد، وإلا أنتقل إلى العنصر الثالث، وهو إن أنا بعد ما أقعد مع نفسي فترة وأتخيل إن في شخص ثاني جالس أمامي، الشخص ده هو أنا، وأبدأ أتكلم أتكلم مع الشخص الآخر، وأقول لنفسي وأكون موضوعيا مع نفسي. وغالبا ما يكون الإنسان موضوعيا مع نفسه إذا ما كان ليس معه أحد، وأقول هو قال في كذا وكذا وكذا، هل الكلام ده فعلا صحيح؟ لو صحيح أبدأ أعالج نفسي من خلال دورات، من خلال أقرأ أو أزور زيارات ميدانية لأصحابي أو غيرها من أساليب تعديل السلوك. طيب لو الكلام ده غير صحيح، أفضل طريقة للرد على هذا الأمر هو الإحصائيات. بمعنى إن أنا نفترض إن رئيس العام قال عني إن أنا كثير التأخر، أحضر آخر حضور وانصراف ليا في آخر شهر، وأبدأ فعلا أشوف الكلام ده صحيح ولا غير صحيح، وهكذا في باقي الأمور التي توجه إلي من أصحابي أو من رؤسائي في العمل. انتظرونا قريبا إن شاء الله في برنامج معلومتين وبس.